في هذا الفيديو كالعاده غادي نبدا بجويدينا وبسميره اللي قالت لك نجاح المشروع ديال جويدينا، وفعلا طلعت الوصفه وصفه خطيره، وبزاف الناس قال لك ما كنعرفوش الطريقه ديال البرقوق. حتى انا خلاوها لي بعض الاخوات في التعاليق وقال لك اول مره كنشوفوها. وتبارك الله على سميره وليدتها حتى فرقه ما غلبتها. كيف العاده دائما سميره الروتينات والطاقه الايجابيه، وما كاين غير انا بالراحه خوتي العزاز، القصف مع الكلاشات بالجمله، ما كاين غير التشيار، ما كاين غير اخوتي العزاز الحداقه، ما كاين تبارك الله ما شاء الله عليك اختي سميره. الله يحفظك وينجيك ويبعد عليك شر الخلق ويبعد عليك الحساد ويبعد عليك المبرقين فيك. لان الصراحه سميره هضرات على ديتها، قلت لك ما عرفتش علاش كيبانوا لي مره كحلين ومره كيبانوا لي هما هذوك، مره كيجيوني خايبين مره. ايوا شو اختي سميره، هذوك اللي ديات كيخدموا بالحلال، كيخدموا على الوليدات، كيوجدوا لهم، كطيبوا لهم، كيكسيوهم وكيلبسوهم وكيحكوا لهم في الحمام، ديتيهم البنيات ديالك الحمات. يعني تبارك الله ما شاء الله هزه مسؤوليتهم من اتا الزيت. فكيف ما بغاو يكونوا حنا قابلين عليهم. راه ما بقاتش في اللون اختي سميره، لا 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 لا، بقات في القلب، وبقات في الحداقه، وبقات في التاويل، وبقات في الشقه والنقا، وبقات في الطاقه الايجابيه والمحتوى اللي كتعطيه اللي كتقدميه كنفتخروا به. صراحه غادي نهضر حتى على مواضيع اخرين اخوتي العزاز. المهجور مازال غابر اخوتي العزاز، ولكن اليوم خرج لنا ولد الريفيه. ولد الريفيه اخوتي العزاز، ولد حامض، ولد حامض هوفيان. خرج في واحد الفيديو وما عرفته هو ولا ما يقدم ولا ما يأخر، جملة مفيدة ما قالهاش، حقا لواه القنوات حقا ما تيقوش هادي وهادي وهادي. ولكن إلا نسيتي نفكروك بالعكس، لأن أغلب المتابعين جايينكم من عند سميرة، لأن حسوا بالمعاناة ديال سميرة وما بغاوش امك تعيش نفس المعاناه اللي عاشتها سميره. داكشي علاش نقدوكم، ومنين درتوا القناه دعموكم. واصلا حنا كمنتقدين اللي قلنا لكم هم ديروا قناه وخدموا على روسكم، وانا وحده من القنوات اللي بارطاجيوكم، حيتاش اصلا ماشي في هذه القناه بارطاجيتكم في القناه اللي تضربات ليا من طرف المهتور. علاش نقول كلمه الحق؟ ولكن ربي كبير اخوتي العزاز، ربي كبير. واليوم خرجنا وفيان قال لك حقا ما حقا لا تيقوش دوك القنوات، لا تيق اصلا انا بعدا ما عمري قلت شي كلام بحال هذا اللي راك خارج كتقول حقا قالوا لك شي وحدين. ما خلانيش نصور. حنا كاع ما عمرنا قلنا لك ما خلاكش تصور، بالعكس هو كان ضدك قبل ما تفتح القناه، ولكن من فتحتي القناه ما بقى له رجوع وما قدرش يحاربك. حتى اللي كيحاربك غير المحتوى، غير يعني كمنافسه. اما باش هو يجي يواجهك ويقول لك ما تصورش، ما يقدرش يواجهك ويقول لك ما تصورش. غادي نهضر اخوتي العزاز حتى على ايوب وعلى الطباخه اللي الصراحه فاجئ بها يعني خوسي فينا، واللي غادي يصيفطها اخوتي العزاز الطباخه. ماشي غير ضد خوسي فينا، وانما ضد حتى في ولاد حليمه ام حليمه. ولاد حليمه كاين كيقول لهم ولاد ام حليمه، لان شحال مره كانت طلبات لهم العمره وكانت في نفسها فيها، وكتقول لهم كنتمناها وكتدق عليهم كتعاود. ولكن اليوم خرجوا في الفيديو يعني منال ووفاء كتهضر مورا الكاميرا، منال طباخه، وكيقول لك بانهم كيوجدوا واحد المفاجاه للطباخه، وبان باسبور خرج لها. ولكن ايوب كيوجد واحد المفاجاه للطباخه. والصراحه هاد العمره هادي طاحيه ضد اخوتي العزاز، حتى في خوفي فينا باش نكونوا واقعيين، لان عارفوا نقطه الضعف ديال خوتي فينا انها خارجه صاعره، وكتقول لك بان خصو يعاونني وخصو يدير لنا وخصو يفعل لنا، والصدقه في المقربين، وكيعاون عائله مراته وما كيعاونناش حنا، وكيدير الخير مع عائله مرته ما كيديرش الخير مع عائلته هو، زعما على الحاج. المهم هاد النقط اخوتي العزاز كلهم غادي نحطوهم وهنا، ونحاولوا اننا نحلوا ونعطيو الراي ديالنا كيف العاده. كاين بعض الناس اللي مقدمين بعد نصائح لسميره بخصوص اشراق وبخصوص وليداتها. وكاين اخبار عاوتاني كتروج بان الاب بغى يلغي هذاك التنازل ديال السفر، قال لك بغى يلغيها سيدي.
المهم خوتي العزاز، تحيه لكم كبيره، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. خوتي العزاز، لايك ديالكم وتعليقاتكم ولهلا خدتكم يا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت الجديده. صراحة خوتي العزاز، فيديو زوين كيف العادة مع سميرة، مش حتقدر تغمض عينيك، وتبارك الله على جويدينا وعلى تبارك الله على إشراق. وأحسن لقطة وأجمل لقطة عجبتني هي فاش جويدينا باست اليد الأم ديالها، لأن الصراحة حاسة بيها وحاسة بالمعاناة ديالها، وكاع البنيات ديال سميرة ووليدها كيحسوا بالمعاناة ديال ديك الأم، لأنك فعلا كتضرب تمارة وكتقاتل عليهم، كطيح وتنوض باش تجيب لهم القوت العيش ديالهم، لأن واحد الفتره طويله ديال مده 3 سنين الاب ديالهم ما كانش كيعطيهم نفقه، وكانت سميره هزاهم بسنانها وعارفين بحق الام ديالهم وحاسين بالمعاناه ديالها. وما يهمش اختي سميره، ما يهمش اختي سميره، وما متفقاش معاك انك تبداي تشرحي لبنادم على يديك حتى لحد هنا. نقولوا لك لا، ستوب، لان دوك اليدين بحال شي نقطه ديال العسل طايحين على المتتبعات ديالك اللي هما نقيات وما مسخينش وما معكازينش. وصراحه واللي درتيه كيجي عليك، كديري الذهب كيجي عليك، كديري كتلبسي اللباس كيجي عليك، اللي درتيه هو هذاك اختي سميره. وصراحه انت خرجتي كتوضحي، ولكن ما تنزليش لذاك المستوى، ما تعطيه لهمش، لان كيف العاده دائما كتعطي نصائح وكتحاولي انك تفهمي المتابعين، باش بعض المتابعين ديالك الاوفياء ما يمشيوش غالطين فيك. كتحاولي انك تكوني دائما صادقه معهم، مع العلم انك يقولك دائما كتمثلي، ولكن التمثيل هو اللي فيهم هما. اما حنا سميره شفنا معها غير المصداقيه، شفنا معها الطاقه الايجابيه، وكتحارب على وليداتها. فسمرمر حنا كنسميكو اختي سمراء اليوتيوب، ولكن بيضاء القلب وبيضاء بيضاء الدماغ اللي نقي عندك تبارك الله، والذكاء وتبارك الله قاريه وواعيه وعارفه اش كديري. المهم بالنسبه خوتي العزاز، يعني الولد ولد امهم الريفيه، راكم شفتوا خارج كيقفقف وكيلقف، كيقفقف وكيلقف، وما عارف لا ما يقدم ولا ما يوخر اخوتي. يا سيد خارج كيتمتم حقا ما حقا. قالوا لي هو غير باغي يدير الفيديو، قول من الاخر باغي ندير فيديو وحايد عليك القنوات من الطريق، لان بالفضل ديال القنوات راك واكل طرف ديال الخبز. وإلا نسيتي نفكرك وديها وفيان. ايوا حدك تما وستوب. بركه من التمثيل وبركه من الكذوب وبركه من التشلهيب، لان نتوما اللي كتبيعوا اسراركم. نتوما لحد الان ما بعتوش اسراركم. انت كونك ولد الريفيه وامك، ولاني وليتو تلحسوا الكابا بزاف، وليتو تعطيو قيمه اللي ما عطاها لكمش، اللي ما بارطاجاكمش، حتى كلاوه القنوات وعاد قالوا له ما بارطاجيتيش، عاد ناض كيدعمك واحد البانكلا دارها لك في القناه. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فاذا هنا بلا ما تلحس الكابا وبلا ما تبقى تقفقف وترعد، انت خارج داير فيديو حقا ما حقا، حتى واحد ما قال لك راه ما خلاكمش تصوروا. قلنا لكم حنا راكم غبرتوا، قلنا لكم حنا راكم كترعدوا حيت داكشي اللي كيقولوا القناه هو اللي كاين. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ المهم اخوتي العزاز، بالنسبه للطباخه اللي الصراحه هذيك الانسانه وقفوا معاها قناه محبوبه، والله الا وقفوا معاها العريسات، وقفوا معاها الدراري وكيمونطيو لها ويرميو لها مده 6 سنين وهي دار القناه ودارت الدار من اتا الزيت. وبحكم انهم هما شافوها تبارك الله ميسوره بقناتها كتدخل بها الادسنس، ودارت الدار فرشات، دارت المعان، دارت الدار على 3 ديطاج، ولدها خدام غير بوحدو، ولادو هاربين عليه، المراه هاربه عليه، يعني ما عندهاش اللي واحد تحال فيه. داكشي اللي جمعتهم اليوتيوب راه الا بغات تمشي دير العمره راه غتمشي دير العمره. هما كانوا كيشوفوا الارباح ديالها شنو كتدخل، فوخا كانت كطلب لهم العمره كانوا كيميكوا عليها، لان عارفينها ميسوره وكيعاونوها بالفيديوهات. دعموها ديال الصح. راه عمر شي قناه نتحدى شي قناه تقول لك دعمت الطباخه بحال كيف ما دعموها قناه محبوبه، ابدا ابدا ابدا. ولكن ملي مشات عند البهجه سيفات ولات واحده اخرى، قبل كاع ما تمشي عند البهجه
صراحه تسيفات هذيك السيده تسيفات. دابا هما ناضوا يديروا لها ملي شافوا خوتي فينا كتهجم عليهم وكتعايرهم وكتقول لهم دايرين الخير غير في البراني وجارين على تصيلتكم وعائلتكم، وكديروا الخير ديروا غير في الخير غير في دمكم ولا ديروا في البراني. ديتوا العمات ديال الدريتيه ولا فاطمه ديتوهم العمره وما ديتوش الاخ. المهم دابا عاوتان بعد ما ان خرج ايوب ديك الخرجات اللي غير موفقه، فرد كلشي البريفي وخدم على الباسبور ديال الطباخه وخرجوا لها وداروا فيديو في القناه ديالها وقال لك قريبا اخوتي العزاز غيصيفطوها العمره، غتكون مفاجاه العمره اخوتي العزاز. ايوا نقولوا لها الله يسخر لك وكمل بالخير وطلع لك الزهره ودي الطباخه، والله الا طلع لك الزهر، لان صوروا معك العريسات ودخلتي فلوس ورزق كتير. ومنين عياو قالوا لك ودي حنا عيينا وثلاثه القنوات بزاف علينا وزيدوا الرابعه ديالك، قلبتي عليهم الوجاه. ايوا حتى نتوما غيجي واحد النهار وغادي تقلب عليكم الحساره بلاتي عليكم. المهم نتوما بغيتو ديروا الخير بديك الطريقه ماشي مشكل صيفطوها، ولكن صيفطوا انسان ما فحالوش ما عندوش، اما هي راه ميسوره ولكن يطلع لها الزهر معاكم. الله يعاونكم ويعاونها. انا ما ضد حتى شي واحد غير وكان بغيت نوضح في هذه النقطه، لان ضروري خوتي العزاز ما نعطي الراي ديالي. وهنا غنقول لكم السلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامه.